كنت تعرف إنه بيسموا سجاير المارلبورو أحمر هنا في أمريكا كاوبوي كيلرز، يعني اللي بتقتل رعاة البقر. أنا سامع أفكارك وعارف إن أنت عايز تسأل وتقول يا عم قول لنا بقى أنت عديت المعادلة إمتى وخلصت إيه؟ صبرك بالله، ما أنا جاي لك في الكلام أهو. خليني بس أقول لك الخطوات واحدة واحدة وما تستعجلنيش، أنا بحكي أهو. تعال. المجتمع اللي كنت عايش فيه في تكساس كان مختلف تماما زي ما قلت لكم عن اللي كنت فيه في سان دييغو. على قد ما الجو ده كان بيحفزني جدا ان انا افضل اذاكر واجتهد، على قد ما انا ما كنتش لسه شايف نفسي واصل لنفس المكان. خليني اوضح لك اكتر. شايف كده لما اكون رايح حفله رسمي بس بدل ما تكون لابس تكسيدو وتبقى لابس شورت وفانيلا، هو ده بالظبط اللي انا كنت حاسه وانا وسط المجتمع الجميل ده. ناس كانت محترمه جدا، ناس عقليتها بتفكر للمستقبل، وانا كنت لسه بشتغل في اولد نيفي وبحاول اخش الامتحان المعادله لثالث مره. صديقي اللي كنت عايش معاه على قد ما هو كان مشغول جدا في النيابه بتاعته، وانا كمان كنت مشغول في المذاكره والشغل بتاعي، كنا في الاخر بنتلاقى في اخر اليوم. على قد ما احنا كنا بنفتكر الذكريات الحلوه مع بعض ونضحك وننبسط من ايام جيرسي، وعلى قد ما انا كنت عايز ده ومحتاجه وساعدت له جدا في الفتره دي، على قد ما هو خنقني. مش صاحبي اللي خنقني، الوضع نفسه. يعني حسيت كده ان في رقيب عليا، حد بيقول لي انت رايح فين، حد بيقول لي انت ذاكرت ولا لا، حد بيقول لي عامل ايه. وعلى قد ما الواحد بيكون في اشد الاحتياج للصديق ده والاسئله دي، ساعات كتير جدا لما الواحد ما يكونش في العقليه السليمه بتاعته بيحس ان ده ضغط وحد رقيب عليه بيعد له انفاسه. تخيل كده بقى يا معلم، الضغوط دي كلها والحاجات دي كلها اتلخبطت كده وعملت لي كوكتيل ما عرفتش افوق منه. بس في حاجة كسرتني وغيرت كل حاجة. تعالى بقى اقول لك هي ايه الحلقه الجايه. انا غلطت عشان انت تستفيد. استناني.